بسم الله والابن والروح القدس آمين. اللي معايا دي بس ممكن يفتح معايا يوحنا الأولى الصح الرابع ونقرا من آيات 1 ل3. هنقرا شاهدين الأول وبعد كده نشوف ربنا يقول ازاي. من أول الإصحاح: أيها الأحباء لا تصدقوا كل روح بل امتحنوا الأرواح هل هي من الله، لأن أنبياء كذب كثيرين قد خرجوا إلى العالم. بهذا تعرفون روح الله، كل روح يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فهو من الله، وكل روح لا يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فليس من الله، وهذا هو روح ضد المسيح الذي سمعتم أنه يأتي والآن هو في العالم. ممكن تقول الآية دي مش داخل قوي في الموضوع بتاعنا. الآيات بتقول حاجتين مهمين قوي. في حاجات كتير احنا هنطلع باثنين بس. الحاجة الأولانية إن وصية لا يصدق كل روح. وصية ثانية امتحنوا الأرواح. مش كل حاجة أسمعها ولا كل حاجة أشوفها أو كل حاجة تتقال باسم المسيح أو باسم الكنيسة أو باسم العلم أنا بقبلها. حاجة تانية مهمة قوي: كل روح لا يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فليس من الله. لما قلنا من شوية العمل اللي هنعمله ونؤمن فيه التجسد مش بالكلام، كلنا نؤمن المسيح جاء بالجسد، لكن بالفعل الروح اللي هعمله وأؤمن فيه التجسد والثالوث زي ما هنتكلم بعد شويه، يبقى ده حاجه غلط، ده مش من الله. حكينا عليه تعطيل تاني. الحاجه الاولانيه انه لا تصدق كل روح بل امتحنوا الارواح دي وصيه كلنا مطالبين بيها. الحاجه الثانيه انه الذي لا يعترف بيسوع المسيح انه جاء في الجسد مش بالكلام بردده او بقوانين الايمان بس، ولكن بالحياه الفعليه كل يوم. كل ما أفعله ويظهر التجسد هو ده روح الجسد، مش نظريا لكن بالفعل. نيسا تعلمنا ان في انكار فعلي وفي انكار فكري. الواحد بيبقى فكره لكن أنا مش قابل التجسد ومش قابل الثالوث، لكن في واحد بفعله بينكر التجسد او بينكر الثالوث او بينكر اي حاجه في ايمان الكنيسه. الشاهد الثاني اللي حابب اقراه معاكم كورنثوس الثانيه اصحاح 11 نقرأ عدد 3 و4. وبرضه تحذير وبولس الرسول: ولكنني أخاف أنه كما خدعت الحية حواء بمكرها هكذا تفسد أذهانكم عن البساطة التي في المسيح. طب إزاي؟ إيه اللي يحصل؟ يقول كده: فإنه إن كان الآتي يكرز بيسوع آخر، لما نكرز بيسوع اسمه إيه في الأول؟ اسمه صغر. أو كنتم تأخذون روحا آخر لم تأخذوه، أو إنجيلا آخر لم تقبلوه، فحسنا كنتم تحتملون. مش معانا أبونا أخوات فهيكون حلو يتكلم كلمة منكم. حلو كلمة آخر هنا كلمة مختلفين مش لاقي بعض. واحدة من نفس النوع آخر من نفس النوع، يعني زي يقول مثلا بسيط رحت مثلا العيادة ولا المستشفى ما لقيتش الدكتور فلان، ايه الدكتور علان، الاثنين دكاتره والاثنين ممكن يعملوا نفس الشغل. فده الكلمه الاوليه. يسوع اخر هنا دي كانت معنى واحد من نفس النوع، لكن الكلمه الثانيه اخر جت في روح اخر وانجيل اخر. رحت المستشفى لقيت شويه دكتور، لقيت بس مثلا في مساعد او كمالك او حاجه، يبقى ده اخر بس مش من نفس النوع. بولس بيقول كده ان في ناس تسمع يكرز بيسوع آخر لما نكرز بيه، بس شكله من بره اسمه إيه؟ بيقول يسوع اللي إحنا بنحبه وبنعبده وبنسمع عنه في الكنيسة، لكن اللي حصل اللي أنا خدته جواه إيه؟ روح آخر، مش روح الكنيسة، مش روح الحب، مش روح القبول، مش روح الاحترام، مش روح الوقار والإطلاع. يبقى يسوع اللي أنا قلت عليه ده كان شكله شكل بتاعه، لكن الروح اللي أنا خدته مش بتاعنا خالص. وفي الآخر برضه أو إنجيلا آخر لم تقبلوه. لما بدأت اليسوع يعني حتى 10 خبروا هنا شو جاء بخبروا على الباب احنا بتوع يسوع المسيح،
شكله كده من بره يسوع المسيح اللي احنا بنعرفه، لما نخش جوه ولا يسوع هو ولا الروح اللي بيقبله في الاخر هو ولا الانجيل اللي هو اللي احنا نعرفه. فاذا كان يوحنا الحبيب بيحذرنا ويقول لنا دي وصيه لا تصدقوا كل الارواح وامتحنوا كل الارواح، وبيقول لنا انه اللي هيقبل التجسد بالفعل او بالقول ده روح ضد المسيح مش من الله. بص يا سيدي برضه مش كل واحد يقول يسوع في اي مكان هو يقدم نفس الروح او نفس الانجيل. في قصه صغيره قوي شاركت بيها برضه كتبها جبران كان بارع في القصه لما قصه كامله، قصه اسمها القبح والجمال، وبرضه ليها علاقه باللي احنا هنقوله النهارده. يقول ايه؟ بس كده عشان اقولها مره واحده بقولها بالشكل. يقول كده: على شاطئ البحر تقابل القبح والجمال، فقال القبح للجمال: أنستحم معا؟ فقال لا، فخلع ثيابهما ونزل إلى البحر. وبعد قليل خرج القبح ولبس ملابس الجمال، ولما خرج الجمال لم يجد إلا ملابس القبح، فاستحى أن يمشي عريانا فلبس ملابس القبح. فكان الناس يختلط عليهم الجمال القبح، ولكن كان نفر قليل ينظر الوجه ويميز بين القبح والجمال. دي قصه باختصار، وهي بالظبط هي كده مع قصه الخاصه فكره مش باللي انا لابسه، مش بالابهار ان انا بظهر اللي قدامي، الكونتنت اللي جوه المحتوى. هل المحتوى ده حقيقي من الله ولا لا؟ تلاقي الكنيسه يقول مثلا في ايام بعد افراج السورياني كان في واحد ابن كاهن مثلا بقى مسيحي اسمه هرمونيوس ابن برديسان، وكان بارع الشعر في السوق، عمل 150 قصيده مبهره كلها بدعه. فاضطر الكنيسه من الافراج السورياني يعمل 150 قصيده على نفس الوزن يرد بيها على البدعه. فمش بالابهار، مش بالشطاره، مش بالذكاء، ولكن بالمحتوى الحقيقي. كل ما هو ليس حق هو قبح. احنا بنعيد بحق لا، ده وصية الله، في حق واحد وحيد، مفيش حقين، مفيش حاجة تحتمل 3 أنواع من الحق. الحق واحد ومسلم بالروح القدس زي ما يقول كده القديس يهوذا في رسالته على 3: الإيمان المسلم من الروح القدس. اللي هو الكنيسة ضد المشورة تكليف لا، الكنيسة ضد مش عارف ايه، الكنيسة مش ضد أي حاجة. دور على الكونتين وتشوفوا موافق تعليم الكنيسة لا. كلمة قانون اللي كانت زي مسطرة، عندنا مسطرة بنقيس عليها استقامة كل حاجة اللي جوه واللي بره. لو المسطرة قالت ده مستقيم بالنسبة لك، قالت مش مستقيم ما تنتبهش، قالت في حتة عرض ينفع نعملها يبقى لازم تسمعها. لكن مفيش حاجة اسمه العلم كنيسة لا ضد العلم، ولكنها لا تنجذب وراء العلم. العلم كل يوم بيتغير، لكن الإيمان عمره ما هيتغير. تعالوا نرجع بقى نشوف ايه حكايه ما يقدم من انواع مختلفه للمشوره. اول حاجه زي ما لسه قلنا ان في حاجه اسمها مشوره علمانيه، والعالم بيدي كانسر. استعجبوا حاجه غريبه قوي. واحد بيتصل مشهور قوي عندنا في الكتاب، عامل كتاب وكاتب الكلام ده في المقدمه بتاعته. بيقول ان لحد ثوره المسمى بالاصلاح يعني في القرن 16 ما كانش في حاجه قوي اسمها سايكولوجي وسايكايتري والكلام ده. في حاجات خفيفه قوي لكن مش حاجه بتقفل. وبيقول ان ده كان سببه ان كان في اعتراف في الكنيسه. بعد ما قامت ثوره الاصلاح وهدمت الاعتراف الكنيسه الكاثوليكيه ووقع قوي مفهوم سر الاعتراف، الكنيسه الكاثوليكيه كان فيها مشاكل كتير في الوقت ده، بدات الناس تتالم نفسيا اكثر. لحد ما يجي وقت اخر القرن 18 او اخر 19 او 20 بقى الحاجه تاخد شكل واضح قوي ان في هنعمل بقى علم كامل الناس بتاعته تفكر في الحكايه بس. الراجل ده كان مسيحي وبيحكي قصه كتاريخ الواقع اللي العالم عايش فيه. يقول برضه الاعتراف الامين على ايد اب معرف مختبر بيوفر علينا مشاكل كتير قوي. المشورة العلمانية العالم بيقدمها لأن منبعها مش الله،
واللي فكر فيها أو معظم اللي فكر فيها في البداية ما كانوش من الله. طب حصل إيه؟ كل اللي بيتقدم فكر إنسان. فكر إنسان مش هنقول رفض الله، مع في بعضهم كان رفض الله صراحة، ولكن فكر الإنسان بيحاول يحل مشكلة مش عارف يحلها ازاي. عند كل بتوع المشورة بقى أرثوذكس وكتابيين ومسيحيين يعتبروا المشورة العلمانية هي الحال على الدين. هقول لكم بعد شوية ليه؟ بعد المشورة العلمانية يعتبروها الحال على الدين. الهدف الأساسي زي ما قلت لكم بعد شوية، أنا عايز أريحك زي ما أنت مدمن خمر أو مدمن سجاير أو مدمن كتير اللي أنت مدمنه، إزاي تعيش كده من غير ما تأذي غيرك. ليه بيفكروا كده؟ ليها حاجتين، ليها جزء لاهوتي وليها جزء نفسي. سنة 1519 مارتن لوثر عمل كتاب اسمه The Bondage of the Will أو حرية الإرادة. إن الإنسان ما عندوش حاجة اسمها حرية الإرادة، ما يقدرش يختار. فالإنسان مسير ومش مسير. الإنسان غير قادر على أن يميز بين هو خير أو شر، وغير قادر أنه يميز يختار. وده مش عليك مارتن لوثر وكده. طب ايه علاقة ده بالسيكولوجي؟ حاليا في مدرسين كبار قوي في السيكولوجي، من ضمنهم للاسف بعض المدارس المسماه المشهوره المسيحيه. يقولوا كده ان الانسان عنده مخ بس، سموه الوحديين. مجموعه ثانيه سموهم الثنائيين، عنده مخ وعنده عقل. اللي قال عنده مخ دول كلها مارتن لوثر ومن كيركي. بمعنى ايه؟ فانا عندي زي كده هارد ديسك بتاع الكمبيوتر وفي شويه برامج. شويه برامج دول هو كل ما قال لما اديله اوردر لازم اديله اوردر وزن جوه البرامج دي. هيعرف يتصرف فيها، هيعرف اي حاجه بره يبقى ما يقدرش يتصرف فيها. عشان كده شايفين ان المخ في سيت اب ربنا عامله. انا السيت اب بتاعي ان انا مدمن خمر، واحد تاني السيت اب بتاعه مدمن عدم قداسه، واحد تالت مدمن مخدرات. فلان انت ما عندكش اختيار ومخك متركب كده او مخلوق كده زي ما هم بيقولوا، فازاي اعيشك صح بالمخ المدمن بالمخ لان ده الفكره الخطيه، لان انت اصلا ما عندكش خبره. منبعها لاهوتي لكن انتهت عن المشورة العلمانية وبعض الناس اللي بيسموا نفسهم مشورة مسيحية على انه ايه؟ انت عندك مخ بس. مش كده مثلا عندنا في الامتحانات الصبح طابور طويل قوي، كل واحد جاي ياخد المخدرات بتاعته ببلاش من الحكومة. ليه؟ هو عنده مخ ومخ كده، وعشان ما يأذيش الآخرين احنا هنريحه يجيب المخدرات ببلاش عشان لا يسرق ولا يقتل ولا يعمل اي حاجة. فالمشورة العلمانية بتقول إن أنت عندك مخ بس. فالمشورة العلمانية البيز بتاعها إن أنت عندك مخ بس. فاعمل الغلط اللي أنت عايزه وتعالى قول عليه، ولا خليك تعيش غلط صح أريحك. فكل واحد عايز يعيش غلط صح يروح الراجل ده أقول له مثلا عندي ميل للجنسية المثلية، يقول لي أنت صح، تعالى أعيشك صح تبقى مبسوط ومرتاح في اللي أنت فيه. لكن دي مش خطية وأنت ما اخترتهاش، لأن مخك متركب كده هتعمل إيه في مخك. مش كده من المشورة العلمانية الناس اللي كل بتوع المشورة إنها مش من الله وتشجع الإلحاد إنها تدخل سكة الخطية الأساسية. فأنت متركب كده هتضبطك تعيش كده بأقل قدر من المشاكل. المشورة المنسبية إنها مشورة مسيحية في جزء كبير منها للأسف يؤمن بالنظرية الوحدية. ليه؟ يعني في جزء كبير منها يسموه متبني اللاهوت المتحرر، لأن إحنا مش ملزمين قوي بكل اللي في الكتاب.
احنا ملزمين باللي احنا موافقين عليه وشايفينه بيمشي النهارده. مش كده؟ لا، النهارده ناس كتير قوي بتلغي اول 11 صح سفر التكوين وبعض النص والنص. في كنايس كامله بره في الخارج، كنايس للجنسيين المثليين، شايفين كل الايات دي وقالوا دي فهمنا غلط، او اعادوا تفسيرها تفسير على مزاجهم يريحنا قوي. كناس مثليين ارتاح قوي ان ربنا عايزنا كده وعملنا كده عشان نعيش كده ونظهر الحب بصوره اخرى. فبرضه مش اي كتاب مكتوب عليه المنشوره المسيحيه انا لا مش وراه. الفكره انه العالم برضه لما يبص على الكلام دوت شايف انه كل حاجه النهارده بقت بالانتخاب او بالفوتنج بالاختراع. لو النهارده اتفقنا ان المسيح ما يعملش واحنا متفقين ومستريحين يبقى كويس، مش هيجي حد يزعجنا. لكن الكنيسه عندنا بتقول ما ينفعش. عندنا حاجه هنتكلم عنها شويه، عندنا الايمان المسلم مره القدسين، بدايه من اول ريفيليشن او الاعلان الالهي في الكتاب المقدس لحد اخر حاجه. وازاي الكنيسه شافت الكلام ده دايما كده نؤمن بالكتاب كما شرحه الاباء وعاشوا القدسين، مش زي ما هنشوف النهارده وانا اعلنها. فالمنشوره العلمانيه والمنشوره المدعوه المسيحيه معظمها بيرجع على ان انا مونست، ان انا احادي، عندي مخ ما عنديش عقل. انا العقل يقول ان عندي حريه اراده، بعرف اختار وبعرف اميز، فممكن احاسب على العقل. فالمنشوره الاحاديه حتى اللي هم مسمين نفسهم مسيحيين يؤمنوا بسبق الاختيار. في لسته اسمك مش فيها خلاص اعمل اللي تعمله. لو اسمك فيها برضه اخد زي ما تاخد، هنجيبك في الاول وفي الاخر. مش كده بنقول ان كل مشكله تبدو من بره انها فكر وانها عقل وانها سيكولوجي ليها اساس لاهوت، وان كان مش بيتعلم، لانه ممكن اللي بيدرسه النهارده واحد بس منبع الفكره دي منين؟ دي من هنا، من كتاب ذا بوند اوف ذا ويل او عقديه الاراده بتاع مارتن موسى اللي كتبه سنه 1519. نمشي شويه يقول لك بس في حاجه كويسه قوي بقى اسمها المنشوره الكتابيه. مش نختلف بقى الكتاب المقدس والناس بتقرا الكتاب المقدس دي كمان، لان اي حد بيقرا في كتب كتير قوي نازله بالترجمه بالعربي اسمها المنشوره الكتابيه. الكتابيه زي ما انا فاهم الكتاب، مش زي الكنيسه فاهمه الكتاب. دي مشكله ثانيه. الكنيسات مع عمرها ما امن بالمبدا اللي برضه حط مارتن لوثر واكده بعد كده واحد اسمه جون كيركن الكتاب فقط. الكنيسه تعتبر ان كل ما بيؤمن بان الكتاب هو مصدر التعليم الوحيد ويدعو الى ايه؟ انها فقط. لم تظهر بدعه واحده في الكنيسه بين من اللي قالوا كده فقط وانا هفهمه لوحدي، هفهمه بطريقتي. لما نبص كده في كل بدعه الكنيسه بدات من الكتاب، بس الكتاب بتاع مين؟ بتاع فكري. انا هقرا الكتاب ازاي وهفهمه انا ازاي، مش الكنيسه تقرا ازاي او تفهم ازاي. ليه مش كده؟ الكنيسه بتعلمنا كده حاجه مهمه قوي، ان النص الحدث يصنع نصا، والحدث يفسر نصا وليس العكس. فناخد مثلا ونفهم دي ونرجع لحاجات المنشوره الكتابيه من اللخبطه فيه. لو قلت النهارده ده يحصل بجد، ابونا تيمون اخذنا على حلو كده، وادينا الجمله دي ندي تقريبا واحد اللي قاعدين، وكل واحد كده يكتب تفسيره لهذه الجمله. اللي هتكتبوه كله صح، بس يمكن ولا واحد فيكم يكتب اللي حصل صح. ايه اللي هيتكلم مش عارف اللحمه ولا قد الفراخ ولا قد الرسالة، كل واحد بحاجه وكلها احتمالات تحتمل الصواب. لكن لو واحد كان قاعد معانا هيقول ايه؟ هما قالوا كذا. ايه المشكله هنا؟ ان احنا معانا نص صحيح، ابونا عزمنا على الغدا، حاولنا نصنع منه حدث، نقول الغدا ده كان كذا او كذا او كذا، فقلنا احتمالات كتيره جدا قد تحتمل الصواب وليس فيها صواب واحد. نفس الشيء اللي بيقول لك عندي كتاب عنده ايه؟ عنده نص. تعالوا بقى نعمل حدث من النص. المسيح عمل الإفخارستية وقال الإفخارستية اسمها هذا الذكر.
عقلي ايه الذكرى دي؟ حاجه قديمه، بنفتكر حاجه قديمه حصلت، حاجه ذهنيه، ده فكري يعني لما قرأت آية. في واحد زي جون بيلبل في القرن 15 برضه قال يوحنا 6 اللي كل اباء الكنيسه يقولوا بيتكلم عن الفلسطينيه ومن عدد 51 عدد 60 61 قالوا ده مش دعوه بالخطوه الفلسطينيه. انتهى مين يا عم؟ قال لك انا خدت كده. ده عايز يعمل ايه؟ ياخد النص ويتخيل حدث. الكنيسه لازم ما ينفعش. الكنيسه عاشت الحدث الاول ومن الحدث طلع نص. تيجي نقرا النص ازاي؟ بالحدث، باللي عاش الحدث. مش كده بتوع المشهوره الكتابيه واخدين نصوص وعايزين يعملوا ايه؟ احداث جديده. مش كده بس، ده عايزين ياخدوا النص ويفسر الحدث بتاعي انه غلط. والحدث بتاعي ايه؟ هو اللي فعلا النص. ازاي؟ دي مشكله او من اكبر مشاكل الحدث في النص الفكر الشرعي بتاعنا عن اي فكر غربي. الاخر ده نتكلم حتى مع حد غير مؤمن ملحد او غير مسيحي يقول لك لا ده بتاعكم عيال لخبطه وفي تناقضات كتير قوي بره حكايه حدث النص. ده اسهل سؤال دايما الناس يرزعوه في الشيء كده ابدا لازم ابدا بتاعكم بتزودوها كل يوم مكتب بتبقى غير واحد حاطط فيها اخر ايه اللي هي بتاعت الاملاك والنقد والقوه الابد امين. ده مش كده يعني حتى ابدا لازم تبقى كل يوم مش متفقين عليه. اللي يجيب بتاعته كده مره دي ومره مره ده ماسك ايه؟ نص. ولما تبص على الناس تقول عندك حق. لما تبص على الحدث يبقى ما عندهاش حق ومش فاهم حاجه خالص. ليه؟ لما اليهودي يصلي ما عندوش صلاه لا تنتهي بالزوكس اللي هي نقبل اي صلاه هيصليها. دايما دلوقتي احنا مثلا في الاجتماع ابونا هنقول لابونا فلان او اتفضل صلي. احنا هنقول له مش مصلي بس هو مش هيصلي وده مش مصلي. قلنا له في الاخر قول جماعه العذراء ومش عارف القديسين وفلان وفلان ويقول ابانا لازم. قلنا له هنصلي بس. لكن الحدث بتاعنا بيقول ان الصلاه بتبدا ابانا مش مصلي وبقول الكلمتين هصليهم وفي الاخر ده بشرع القديسين وابانا لازم. فلما واحد من الرسل يكتب لناس عارفه هتختم الصلاه ازاي مش محتاج يقول لهم كلمه. لكن لو يكتب لناس ما تعرفش الصلاه الكامله شكلها ايه اللي هو بيقولوا في الاخر حطوها في الاخر الزقص اللي فيه الصلاه. ده الفرق بين الحدث اللي عنده حدث يقرا بيه نص واللي عنده نص وعمال يخبط بقى هنا قال ما قالش هنا عمل ايه ونحتار معاه وندوخ لان احنا عايزين نعمل ايه؟ جرجرني سكته. بقيت عايز ادور على نص يرد على نص. نفس الكلام على كل حاجه. لما نختلف في الشفاعه هنحاول نجيب نص يرد على نص. طب وحياه الكنيسه فين؟ مش موجوده. فانا بس مش مقتنع وهو مش هيقتنع. لان انت بترد عليه سكته اللي هو اتلخبط فيه وبدات تتلخبط معاه في السكه بتاعته. عشان كده لما بنتكلم عن المنشوره الكتابيه بنقول برضه دي حسب فهم الشخص. كل واحد يعني ده كتير قوي في الغرب. في اسامي كبيره قوي يقول لك ده مش عارف ابو مش عارف ايه وده ابو كذا وده ابو كذا. لكن في الاخر بيقول ايه؟ ما فهمته انا كشخص عن الكتاب المقدس. لكن الكنيسه بتقول لنا انت ما ينفعش. هل هم ناس وحشه ولا مش كده؟ الناس دول امناء لانهم يقدموا لاهوتهم وفكرهم. مساله ما ينفعش اخده معمول لاهوت وفكر. الناس دول مفتقدين لفهم الحدث او النص لانهم مفتقدين للحدث. فهم يجازوا خيرا على ما يفعلون مع انفسهم. لكن ينفع اخد التعليم ده واحطه في كنيستي وادل عليه كنيستي؟ لا ما ينفعش. ايه بقى حكايه المشروع الاساسي؟ ايه الفرق بين اللي احنا قلناه والمشروع الاساسي؟ هم 3 كلمات بسيطه قوي احب اشارككم بيهم ونفتح فيهم بعد كده نشرحهم. اول حاجه انه مشوره ثالوثيه لازم يستعلن فيها الثالوث. يعني ايه؟ بصوا كده على معظم ما كانش كل كتب المشوره كل واحد بيحاول يقدم ايه؟ مشكله وعايز يحلها. واكثر من كده المشكله اللي عايز احلها انا شايف اللي قدامي ده انا بقدم له مشوره
محتاج إنسان. يمكن محتاج الله بس محتاجني أكتر، لأن هو عمل له كتير ما عملوش حاجة، فجيت هو دي عمل له حاجة. لو نتكلم عن المشورة أن استعلان الثالوث لازم يكون في كل حاجة، لأنه للأسف في ناس كتير جدا ومدارس كتير جدا لا تؤمن بالثالوث، اسمهم مسيحية واسمهم كتابيس. كنت بقرا حد كتب حاجة كان بيعمل على الموقع ينكر الثالوث صراحة، وبيعتبر ان هو بيرد الكنيسة الإيمان الصحيح، هو الله واحد وبس، الثالوث ده مش موجود. مش كده أول حاجة التعليم الذي يقدم هل يستعمل محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وعطية من الروح القدس، ولا تعالى عن المسيح والصليب وربنا كده بخمودك ومشكلة حاجة كلام شكله حلو وفي آيات تعضده، بس ناقص ايه؟ ناقص إيمان المسيح كله. الكنيسة تؤمن واحد لكن تؤمن بثلاث أقانيم. مفيش صلوة عندنا في الكنيسة ما فيهاش الثالوث، مفيش ترضى الكنيسة تقدمها حتى لو نصلي لله الابن نقول له مع أبيك الصالح والروح القدس، ما ينفعش نصلي لإقليم واحد وبنهمل الإقليم التانيين. عشان كده كل ما بنيجي قدام الله اللي بتقدمه لنا يستعمل الحياة الثالوثية. سماها في الثالوث النسيانسي أنها العقيدة الخلاصية، يعني لأنها مش خلاص. ينفع أنا في الجيزة أقدم تعليم بدون العقيدة الخلاصية اللي بتقول إن ده أساس الإيمان كله؟ ما ينفعش. عشان كده ساعات تلاقي ناس اللي بتقدم في الموضوع ده بتقدمه بسكتين، يقول لك أنا ماليش دعوة بالدين، أنا بقدم لك علم. كنيسة هتقدم لك دين، أنت بتقدمه فين؟ لو أنت تقدمه في الكنيسة تقدمه كامل، ما تقدمليش علم بس. كده في حاجة كتير قوي، حتى لما العلم بيقولها موثقة من العلم بتاعنا ومخالف لتعليم الكنيسة بيقولوا مش عايزين ما يلزمناش. في حاجات ناخدها بنقول دي موافقة لتعليم الكنيسة، في حاجات بنقول دي عايزة تتعلم شوية هنقول كده، بس في حاجة مش مظبوطة. عشان كده باستمرار التعليم الذي لا يقدم الثالوث في كل شيء مش تعليم كنيسة، لأنها عقيدة الخلاصية. الحاجة اللي هحملها وما تقدمش حب الآب الأزلي المعلن لكل نفس، وأقدم لك محبتي أنا كشخص وليك زي ما أقول وأنت في كنيستك ما تكونش قابلينك ولا بيعبروك ولا بيسأل فيه بيعبر، بس أنا مرتاح. مش كده مرتاح إن في واحد قابلني وأنا رحت المكان الفلاني ولا الكنيسة الفلانية وكرشوني وهزقوني وبهدلوني ومحدش سأل فيا حاجة. مش كده أنا بدور، هل أنا بدور على الإيمان المسجل مرة الحق معلن كنيسة الله، ولا بدور على موقف شخصي أنا فعلا قصرت منه مش بكتب؟ والكنيسة بيقول لك إن هي حاسة الألم وحاسة بجرحك وحاسة الرفض اللي أنت قابلته، لكن مش الحل إن ندور على حد غير الله الثالوث. دي المشكلة، إنه يقول لك طب ما أنت لو عندك كده ما قابلتنيش ليه؟ دي مشكلتي ممكن، لكن مش عذر لي إني أروح أدور على حد يقدم إيمان للثالوث. مثلا تستعمل نعمة الابن الوحيد الابن أعطانا حياته كل قداس في الخريستية، يقول لك لا مش محتاج، أنت مشكلتك في مخك، مشكلتك في نفسك، ولاقي النفوس اللي ما ينفعش. فالجوز واحد بيقول عنه لكي نحضر كل إنسان، والمسيح جه عشان يخلص كل الإنسان، مش جاي عشان اقول لك انا هشتغل على الجسد والروح وخليك انت بقى مع الناس دول يضربوا لك النفس. لا، المسيح اتى يخلص كل انسان وكل الانسان في نفس الوقت. مش كده لما نتكلم عن مشوره ارثوذكسيه نقدم ما نقدمه بحسب فكر الكنيسه اللي هنقول بعد شويه، ولكن باستعلان الحياه. انا اكون مش في بحر الثالوث في شركه مع الثالوث. ده اللي قاله يوحنا الحبيب في الرساله كل اصحاب العلم، قال الذي سمعناه والذي رأيناه كل ده عشان ايه؟ يعني لكي يكون لكم شركة معنا. طب وبعدين واما نحن شركتنا مع الابن، وانتم مطوعين تبقوا معانا بالشركة مع الثالوث. عشان كده انا بقول ان تعليم الكنيسة تعليم ثالوثي، الوعظ العادي اللي هو بتاع المشورة
يبقى بيتكلم ويستعمل الثالوث، ده مش كذلك الكنيسة، عشان ما ننساش. حتى لو بص نقرا التاريخ كده بسرعه، امتى ظهرت الحرب الخمسينيه في الكنيسه؟ لما الكنيسه قالت كنيسه الغرب مسك الروح القدس بعد تقول تعالى على الصليب واعتدت بخطتك وانت خلصت فضيله الغفره. نسال هو فين الروح القدس؟ قال المسيح شويه نجيب الروح القدس، تعالى الروح القدس، الروح القدس هيعمل ايه؟ لا ده في صراع لأن التعليم لا يقدم متزن، لأن في استعلان لشركة الحياة الثالوثية اللي بتنسى كلها مطورة. تاني كلمة تقليد. كنيسة تقدم تعليم تقليد. كلمة للأسف مفهومة غلط جدا، مفهومة بأقصى درجة من الاستخفاف للأسف. يعني حسبان واحنا صغيرين كانت ست تقول لنا كده ما تمشوش حبيبي انتوا تناولوا النهارده، انها ده مش تقليد. مش ليه عشان تتناول النار زي كده. ده فين ده حرص كويس من ابائنا، بس ده مش تقليد. تقليد اكبر من كده بكتير قوي. عند ابائنا بالذات كالديانس وسيريس التقليد هو مصدر التعليم الوحيد في الكنيسه. الاولى ايه؟ التقليد هو مصدر التعليم الوحيد في الكنيسه. لان التقليد اللي معرفه الاباء عرفوه عنه هو ايه؟ 6 حاجات. اولهم كلمة الله بالإنجيل. الإنجيل جوه التقليد، حتة من التقليد زي ما قلنا من شوية. حدث يصنع نص، لكن احنا ما قلناش نص هنعيش ازاي بقى حسب النص ده؟ ما قلناش كده، ما حصلش كده. الكنيسة عاشت حدث طلع منه نص. مين اللي كتب النص؟ الروح القدس. بمين؟ بأعضاء الكنيسة. مين اللي حفظه؟ أعضاء الكنيسة. يبقى مين اللي موجود في وسطهم؟ جاي ده ايه؟ نتاج ايه؟ حياة الكنيسة كلها. النص لما اتكتب زي ما احنا عارفين اول حاجه اتكتبت رساله بولس الرسول او معظم الشراح وكده لتسالونيكي تقريبا سنه 52 ميلاديه. طب من 29 ل 52 كانوا عايشين ازاي؟ قالوا السليكه مش على الكتاب المقدس كانوا عايشين حياه كامله. تعالوا كده نتخيل ان احنا رحنا الكنيسه سنه 50 51 كده بعد مجمع اورشليم الاول. الكنيسه دي كانت في شقة، في بيت، في جحر، في حتة. واللي كان بيعمل القداس أو كان يقول كده كتاب الأعمال صح 42 44 كل أول أسبوع كانوا بيواظبون على الصلوات بس الخبز. طب وبعدين كانوا يعني ما معهمش إنجيل. يقول لك كده تقليد أو كنيسة كلنا كانوا بيعملوا القداس يمكن أصغر شوية من ده، بس كان في نص ليتورجي. يبقى كان في ليتورجية قبل ما في ايه؟ انجيل. عندنا حاجة اسمها قانون الإيمان الرسولي برضه صغير 5-6 جمل كده. فكان في قانون إيمان. بعد مجمع أورشليم عندنا قرار مجمع عمل 15. وكان عندنا آباء يسميهم الرسل. بعد كده يجي الآباء الرسوليين اللي هم تعلمهم مباشرة. يبقى الكنيسة الأولى كان فيها الإنجيل مش مكتوب، كتب بعد شوية. كان فيها نصوص ليتورجية، كان فيها قوانين مجامع، كان فيها قانون إيمان، كان فيها حياة يومية في الكنيسة. ده مفهوم التقليد في الكنيسة، هو حياة الكنيسة كاملة. لما يجي واحد النهارده من بتوع المشروع المسيحية أو كده يقول لك الكتاب المقدس هو مصدر التعليم الوحيد، يقول لك الشيخ ده حلو قوي بس إيه؟ ما تنفعش. لأن أنت هتجيب نص تعمل لي أحداث على مزاجك، وقد يبدو شكلها صحيح. أنا قلت أبونا اعتمد على الغنم واحد قال كانوا فراخ. إيه الغلط احنا فراخ وغنم؟ مش عارف. لكن ما حصلش. ليه؟ لأن احنا اخترعنا هذا الحدث لأن احنا عندنا نص صحيح. مش كده بنقول إن المشروع تقدم وإن شرط إنها تكون تقليدية إنها إيه؟ كيف عاش هذا النص الكتابي في الكنيسة؟ كيف شرحه الآباء؟ كيف عاش القديسين؟ مش كده بس. يا ترى المشروع ده الهواية دي هتقول لي روح تحت الليتورجية؟ أن سر قوتك هو في الترجيات عبر الموت جسد ودم المسيح.
انت مش محتاج، ما انت بتتناول بقالك كتير، حصل لك حاجه ما انت جيت متلخبط بالمناوله بتاعتك، كده بيعمل ايه؟ وساعات يقول اه انا فعلا بقالي 20 سنه بتناول وانا لسه متلخبط. فتبقى مشكله المناوله مش مشكله. ينفع الكلام ده؟ لما احس انه قدامي ممكن ما يفرقش معاه قوي انه يكون في قانون ايمان حقيقي. لكن شوف ربنا ابسط من كده بكتير، فعلا ربنا بسيط جدا. بس هل قانون الايمان ده عشان نتعقد ولا عشان نعيش صح؟ ابائنا كده علمونا اللي بنصليه بالقداس ده اللي بنعيشه ده اللي بنؤمن بيه. فبدأ نؤمن به نصليه او انا نصليه نحياه. ده مجهود الصلاه خالص. انت كنت قلت من قلبك تقول ربنا فعلا لازم اقدم ربنا من قلبك، مش من الصلاه الطبيعيه. لكن ما ينفعش تعمل كل الصلاه عشان انت هتطلع من قلبك. ليه؟ لان قلبي ممكن يطلع كلام ملخبط. اظبطه على ايه؟ على المسطره، على صلاه الكنيسه، على التسبيحه، على القداس، على التوجيه المعموديه، على اي كتب فيها الكنيسه. عشان ده ايه؟ اقدم من كلمه الله نفسها في الكنيسه. مش كده الكنيسه لما اتعلمنا ان الكنيسه كنيسه اقدميه، مش معنى كده احنا اقدام ومكسرين ونرتكب الى الاثار. يقول كده ابن هذا الكتاب الارثوذكسيه والتقليد او التقليد فعل ديناميكي ينقل الحياه، مش حاجه كده استاتيكيه راكنه ومفيش فايده فيها. عشان كده لما بنقول ان الكنيسه عايزه تشجع الكل ان يحيا ايه؟ الحياه كامله. ان كل حته من التقليد لانه ده مصدر التعليم الاكبر في الكنيسه او الاوحد، كل حته من الكومبوننتس بتاعته زي مقدس التوجيهات والنظر والاباء. حتى لما بنتكلم عن اقوال الاباء يقول لك ما هو مختلف، احنا مش قلناش ما هم مش معصومين، احنا ما قلناش انهم معصومين. عشان نثبت ايه؟ حاجه اسمها باللاتيني كونسنسس باترون، اجماع الاباء. كل الاباء قالوا احنا نؤمن بالثالوث ولا كلهم، يبقى هو ده اجماع الكنيسه. ده بس القديس الفلاني قال مش عارف ايه، مثلا الدرتيان الوحيد الخمس قرون الاولى اللي اعترض على عقيده الاطفال. احنا انت واحد دي تؤمن بما امن به الكل في الكنيسه، مش في واحد شط في حته قدامه، في واحد من يوم الايام كده. عشان كده في واحد بقى الكنيسه في القرن الخامس حط قاعده بسيطه قوي. قال انتوا عايزين تعرفوا ان الآية صح ولا غلط؟ اسالوا الرسول ده الاسئله اللي بيتقال ده كان في الكنيسه always everywhere by everyone. بيتقال في الكنيسه هو اليوم الاول دايما وفي كل مكان كل احد كاجماع ولا لا؟ لما سمعنا من اخواتنا مكلفه عن الحاله الاداريه، طب ده كان على طول ده ظهر في الكنيسه قايل عليه 1854 يوش ما ينفعش. كل ما هو ليس دائما في كل مكان كل احد ليس في ايمان الكنيسه. مش كده بنسمع كلام مش فكرة ساعات في الشرق احنا ننبهر بما هو جديد. بس اخلي جديد ده انبهرت بيه النهارده اخد احطه فين؟ على المسطره ايمان الكنيسه. واسال حاجه بس انا مش متبحر قوي توزنه على تسجيلات الكنيسه. كده بتسمعه بقالك 20 سنه قداس تسبيحه معموديه، لو مش موجود يبقى مش بتاعنا. ان شاء الله تسمعه في الكنيسه، لو مش موجود يبقى مش بتاعنا. ما عملناش حاجه ثانيه. بولس نفسه جه فيه وقال لهم لو انا ملاك من السماء كل حاجه ثانيه ما ينفعش مش بتاعنا. فبقاش مين بيقول وطريقه الاظهار والابهار والتطبيق. عشان ما تقولش لكم اخر كلمه احنا قلنا منشور اساسيه ثالوثيه وتقليديه. ثالث كلمه في كلمه بالانجليزي مش هنعرف ازاي اسمها الحاضره كموثيقان، يعني كلمه ثيو على الله وأنصره الإنسان. التجسد زي ما قلنا بقى في الأول خالص بتاعت يوحنا، في التجسد اللي حصل اتحاد بين الطبيعة الإلهية والطبيعة البشرية، تعطينا طبيعة واحدة من طبيعتين من شخص ربنا يسوع المسيح. صح؟ طيب اللي احنا مش هناخده الاتحاد من المسيح ممكن التجسد بدون إفراط إيمان هذا لازم نأجلها
وما اللي خالصين بنقعد بقى نرص الرصة كلها، نزل من السماء واتجسد واتصلب وقام وصعد وهيجي تاني. يعني كل اللي عمل المسيح ده عمله عشانها، انا بقول مش عايزك، انا عندي مشيت فل هيظبط لي مخي وارجع زي ما كنت. ظبط نفسيتي، ظبط نفسيتي، فاهم؟ محتاج كده. احنا لا نلغي هذه الفكره، لكن من غير المسيح تبقى ايه؟ تبقى مشكله كبيره قوي. مشكله الناس بتقول انه في الآية دي هي علاقتنا بالمسيح هي علاقه كيانيه، ووجودنا كتاب مشهور قوي، وجودنا كان في المسيح بتاع كرسي كبير. من غير الإفخارستية والوجود الكياني والاتحاد بالمسيح يبقى رحت عند سنكري يصلحني، بطلع من عنده خبط تحت تانية وتالتة ورابعة. لكن الاتحاد والوجود الكياني بالمسيح في سر الإفخارستية اللي يلغيه يبقى بيعمل اللي بيقول عليه يوحنا في الإصحاح الأولاني في الإصحاح الأول شوية. ده بيعمل إيه؟ كل روح لا يعترف أن يسوع دي في الجسد. لا، ما احنا لما بنقول المسيح جسد هو جه على الصليب ومات علشاننا، بس الدور اللي فات ايه؟ مش محتاجين. عمل اللي عمله من 2000 سنه وخلاص، النهارده مش عايزين حاجه. عشان كده فكره مركزه قوي على الحته دي، الاقي ان كل الاسرار راحت مني، مش بس العلاقه الكيانيه اللي موجوده في المسيح. في واحد مشهور قوي، خليني اختم كده عشان انا طولت. واحد مشهور قوي اكيد كلكم قريتوه، اللي هو كو-اوثر بتاع الكتاب بتاع الحدود، اسمه هنري كلاود. عمل فيلم تاني اسمه هاو تو كنترول، ترجم عربي، كيف ينمو الناس او كيف ينمو بشر حاجات كده. حاول يلف كده ويبص عينيه يشوف الناس عايشه في الناس ازاي وبتنادي بالشفاء النفسي والروحي ازاي. قال ان هم موجودين 4 مدارس. المدرسه الاولانيه اسمها مدرسه الخطيه. انت خاطي تعالى على الصليب اعترف بخطيتك، انت تب، انت زي الفل وكل شيء اتحل. المدرسه الثانيه اسمها مدرسه الحق. انت اللي فكرك فيه كذب وابليس كذب عليك وضحك عليك، تعالى عند الكنيسه وانا هقول لك الحق، حط الحق يطلع الباطل، ما عندكش مشاكل. المدرسه الثالثه المدرسه الكاريزماتيك، بيزد على ايه؟ او ايه تسبحها هتيجي كده وبعد غفله هيحصل لك حاجه كده، حاجه نفسيتك ترتاح. مدرسه الرابعه اسمها مدرسه الاختبار اليومي. تيجي بقى كده ومره نصلح لك مناخير، مره نصلح لك ودن، مره نصلح لك خطيه، مره نصلح لك حته حته. هو نفسه بيقول بضع مدارس تشريع. طب ايه الحل؟ قال هنعمل مدرسه اللي هو اللي عملها يعني في الكتاب، سماها مدرسه الجسد الواحد. البودي موديل. وقال جوه البودي موديل ده نقدر بقى نعمل حاجات كتير قوي. طب هتعمل الموديل قال لك بنظريه بولس الرسول. بولس قال ان احنا جسد المسيح. طب ازاي؟ من غير علاقه كيانيه حقيقيه. وقف عند اللي هو تقدروا يؤمنوا بيه. خلونا عايز لهم كده، خلوهم هم بنظريه ان احنا واحد في المسيح كجسد. طب ايه اللي هيعملنا واحد؟ يقول بالايمان. طب المسيح ما قالش كده، قال لي هيوحدكم بالخمسين. فانا برضه عايز اخد الايه وماشي الحته الحلوه بتاع جسد واحد، بس الطريقه ما اشتغلتش. حتى العالم بيحاول يوصل لمخه الطريقه، يعني شايف ان الطرق المتقدمه مش ماشيه، وهو اللي بيقول عايز تصدق يبقى الكتاب صفحه 14 منصوصه كده فيهم الخمس الاربعه موديل زي ان هو يعني اخترع موديل الجسد الواحد. فأرجوكم نفكر تاني، نفكر الرسالة مرة تاني. الكنيسة تغطي كل اجتهاد وكل علم، ولكنها لا تقبل ما لا يروح، لأن الكنيسة هي عندها مصدر الإيمان. المشروع القدسية مشروع تستعلن الثالوث، تستعلن التقليد الكنسي بكل مشكلات مفهومه الصح، تستعلن أنه لا خلاص ولا حياة جديدة بل من خلال علاقة كيانية في المسيح، من خلال سر الإفخارستية بطبع حقيقية وباعتراف أمين. ولكن البداية في اسمه الآن حتى عن استفسار أو تعليق أو حاجة. تفضل.
ده ضمنية. في فرق بين الشغل الأفراد ولا وفي إرشاد كمان. كل فرق اعتراف هتلاقيه اليوناني هومولوجية. هومولوجية يعني نفس النطق. اعتراف أنا بحكم على فعلي وعلى عملي بقول أنا كده، مش بحكم حكاية كبيرة قوي بقول ماما قالت لي فقلت لها فاضطريت أقول لها فاضطريت أكده. ده مش هقدر. اعتراف إن أنا بقول أنا كده نفس نطق الله على اللي أنا عملته. الاعتراف ياخد بالك بعد إيه؟ بروح أقول أنا عملت كذا وكذا. بس لو أنا مقتنع بقول ده ممكن أنا ما أقراش في الإنجيل عشان عارف ده غلط. ده الاعتراف. ممكن أقول أقعد معايا في نفس الجلسة أو بعديها، أو أقول مثلا أقعد مع أستاذ فلان أو مس فلان هيشجعك إزاي تقرا العهد القديم، أو إزاي تفهم نص الرسول، أو يديني كتاب، أو يديني شريط. ده الشاب ممكن يقعد ساعات باخد الدنيا كلها، مش مرتبط باعترافي بس. المشهورة بقى أنا رحت قلت لأبونا أنا مثلا مخير بخطية جنسية، اعترفت بيها وقلنا راجل حلو وأنا اعترفت عنه. ممكن بقى يريد تقعد مع الدكتور فلان أو أستاذ فلان، ده هيساعدك تخرج من المشكلة دي. مش إنه بيخرجك بره الكنيسة. هيبدأ القانون ده أولا يقولوا لي وأقول لك أنا معايا، والمشير ده هيساعدني يفك لي المشكلة فين البداية، بدأت الناس وقعت ازاي، في السلايد اللي أنا بمشي فيها اللي محتاجة حد يساعدني تكتسب. ممكن يتابعني ساعات في حاجات بدائية محتاجة موضة أكاونتبل، عايز حد يتابعني يوم أقول مش يتابعني يوم. بس هو واثق في الخادم ده أو الخادمة دي إنها بتعمل الخدمة دي كويسة وخدت فيها كورسات ودرست فيها، فالبداية دي مرتين تعترف عند أبوه. أنت محتاج حد ياخد بإيدك على أساس الفترانية يوم بيوم أو كل يومين. فده المستوى. ساعات حاسس إن أنا محتاج أخش جوه أعماق المشكلة أكتر. أحكي بقى عن طفولتي وعن مشاكل أبويا ما عندوش وقت كده، مش شغلتي. بعض الأبناء عندهم مهارة بس بعض الأبناء ما عندهمش أصلا وقت كده. فالاعتراف غير الإرشاد المشروع ممكن تبقى 10 جلسات 12 جلسة خلصت. الاعتراف ده عمره كله. الإرشاد ده عمره كله. هقعد طول عمري أتعلم يعني إيه دي. هقعد طول عمري أفهم الدروس الأصول وأفهم العهد القديم وأفهم القديم. فدي حاجة ودي حاجة ودي حاجة. معلش أحيانا ممكن مثلا في دروس الآباء أو كتب الآباء فبلاحظ وأنا بحس يعني إن ده ضمنيا بيبقى حاجة أساسية موجودة إن المريد والابن بيجي الشيخ في هو حضر أي شيء. القلب ده عنده قوة روحية بيقدر واخدها من ربنا، بيقدر بشكل ما إن هو يحسن الحياة بعدين. ده حقيقي. بس خلي بالك الكلام ده كده مختلفين مع ناس قاعدين مع بعض ليل ونهار. احنا كلنا مولود الخلاص نفوسنا والشيخ بتاعنا مولود الخلاص نفوسنا. الواقع الحقيقي ده اسمه ازاي؟ يكون عنده مميزات وعنده افراح وعنده ذات وعنده مشاكل قد كده زوجيه ومشاكل بطريقه في الام. فوقت ابونا ما سمعش ده كله. طب ليه ابونا النهارده تخلي قدامي وعايز عليه؟ فده دور ابونا، ده دور اصل اساسا. لانه مع حجم الخدمه بقى في حاجات بتتوزع، لكن السر التفسير ولا يمس الانسان. انا دلوقتي باخد له هو مرش بايدي وبقول له مش بقى يقول لك انا فهمني ايه زي مش هيحصل. هيديك تبعي هيديك شريك هيديك معروض هو نفسه عملها او قول لي في الاخر برضه مع فلان او فلان هيعمل ايه. وفلان ده مين؟ انا ابونا اللي علمه وقال له الطريقه كده. ممكن يبقى عنده مجموعه صغيره علمهم الكتاب وعلمهم المشروع واستقبلنا انهم يساعدوا بعض الناس في بعض المشاكل، لكن لا يجب الاعتراف على الله. المشكله الرسول كده. لو انا قعدت مع استاذ فلان عشان يعلمني فهمني فكره رسل الرسول يبقى كده لقيت وده مش حقيقي. شيء مميز في مقدمه. انا كخادم بدي ارشاد روحي او المشوره، وانا كواحد يقتبل شيء. لو سمعت او شفت حاجه هتدرك حاجه مش كده في التقرير بس تبقى واضحه قدامي. اقول لك لا الاسئله موجوده انا معايا لك حاجه. اتفضل.
فاذا كان حد هيقتلني في الصوره دي صح ولا غلط؟ هي دي مشكله بقى، في مشكلتين هنا كبار قوي. ممكن احضر قصه مشهوره في 100 واحد وانا واحد منهم، انا زي ما بقول لاختنا كده، انا لسه قلب اللي بيتكلم فتح 10 مواضيع 10 مشاكل اكتشفت ان هم كلهم عارفين. جاي يأس واخبار وشيء. ليه؟ لان 100 واحد اللي بيحضروا الكورس مش كلهم على مستوى واحد. في واحد يعتمد ان يفتح جرح دلوقتي يقول له انت دي مشكلتك. في واحد ما يحتملهاش. كده مشكلة ان اللي بيسمع او اللي بيقول متخيل ان كل الناس دول على مستوى الواحد. ده مش حقيقي. وساعات تبقى المشكلة انه حتى لو هم على مستوى روح واحد فتح 20 جرح مرة واحدة في اسبوعين 3 ويلا روش ضرب. طب فين العلاج يا عم؟ انا هقول لكم كلكم جرحين. طب انا عارف ان كلكم جرح. مش كده برضه دور من الحذر. ان مش بس بفتح جرح، اللي افتحه بس اقفله نفس الجرح. بتديني خيوط دبليش. لكن فتح وبعدين وممكن اللي فتح يكون شاطر، يعني خلينا عندنا جراح شاطر وعارف فين كل حاجه كده، ففتح لي مش عارف زي ده وفتح لي مسجل مشي عم خالص مش هينفع كده. فمش بس موضوع تفتيح، موضوع انه هيفتح حاجه يقفلها. مش كده حد بقى تخيل ده عند علم النفس الالمانيين لو مشهور علماني يقول لك انت بالظبط جراح. لما تفتح نفس ما تخرجش روح مفتوح كده ويخرج الشارع، لازم تقفله قبل ما يمشي. شراية كده مش شطارة ومش معلومات. إن جزء من الناس اللي بتتدرب بجد واخد المشروع بجد يعرف يفتح، يعرف يفتح ايه امتى. مش انا عندي معلومات كده أو عن المشورة او عن الروح النفسية بديت كلكم سمعتوا 10 جروح كل واحد ماشي يحس على راسه خلاص ما ينفعش. فكلامك صح، انه مهم قوي اللي هيقول يعرف يقول ايه ويقول ايه. احنا مش كلنا مستوى واحد واللي يفتح حاجه خلاص. بالنسبه له بالنسبه للحدث بيسمع على النص. لو انا فكرت في الحدث، لو الشخص اللي الحدث ده حرف هو نفس الحدث حرف الحدث النص حرف زي عارف ان هو الحدث ده سليم دي حاجه نص بقى انا خلاص عرفت ان الحدث سليم النص سليم تمام. احنا قلنا بنتكلم في غير اللي هو الدم البكائي، يعني هو مثلا النص مكتوب على حاجه معينه فانا اخذتها بتقلب روحي فده في حاجه روحيه عادي كده بعيد برضه عن النص السليم بتاعه. بس حاجتين. الحاجه الاولانيه بيقول مين اللي قال الحدث صح. الحدث الكنيسه كلها عشان ما عندناش حدث عزاد القيامه مكتوب في الكتاب 11 مره دول المذكورين. بولس نفسه بيقول مثلا انه المسيح صلى الله عليه وسلم اكثر حبات باطل الان رمز كده الحدث 61 يعني 61 المسيح موجود فرض احسن 29 فمش هينفع نكتب على العادات كلها. يعني لو عندنا حدث نقول مش واحد بس شافه ممكن نقول في هوا ما عندناش ولا حدث كده. الاكثر كده الكتاب اتكتب وفي ناس عايشين عصر الحدث ما سمعناش واحد قال بطرس ده مش مظبوط او اللي قال يوحنا ده مش مظبوط. فاحنا عندنا يقينيه الحدث لانه اتعاش قبل الكتاب. فكلنا يعني في حاجه اسمها كده تقول ترنيمه مش موجوده في الكتاب واحد كتبها غلط كلنا هنقول ايه؟ مملاشيه. ده اللي حصل. كلهم عايشين حاجه وواظبين عليها كل يوم حاجه. في يوم الخمسين بس هم 3000. عندنا مخطوطات انجيل يوحنا متكرسه سنه 125 ميلاديه وردود اسبانيا. يعني في اسبانيا وصل نسخ من العهد الجديد في القرون الاولى خالص. فكره ما عندناش احداث مشكوك فيه يعني دي حاجه الكنيسه نفسها. السؤال الثاني بيقول ايه؟ في كلمات كده بتتقالوا عليهم بالله. حاجه يسموها internal judgment حاجه يسموها external judgment. الحكم الخارجي والحكم الداخلي. اديك مثلا قديس سمعان الخراز فهم الايه صح ولا غلط؟ فهمها حرفي لكن مفيش ولا واحد اعتقد يعني وقف الكنيسه وانا يا جماعه لانه عفريت لي لحد دلوقتي
صح؟ يبقى هو فهم خاطئ خاص. الله بارك ولا باركوش؟ يبقى في حاجتين، الفهم الخاص حتى لو غلط ممكن ربنا يبارك من اجل الامانه اللي في قلبي على الوصيه. لكن اقف قدام الناس واعلم في الكنيسه، لازم اعلم ايه؟ ايمان الكنيسه مش ايمان الشخص. بينك وبين نفسك تفهم سلبك، ما هنقول لك ما تقراش لما تفهم كل حاجه، ما هي فيها كل حاجه. فميز بين الذي يقدم تعليم الكنيسه، لازم يكون واخد تعليم الكنيسه وهيقدمه. حقرا الواحد يقول لخبطت لسبب او اخر مش بالعلم يعني، هتبارك حتى لو انا فاضي. ماشي؟ فما تخافش. قصده يا ابونا مثلا نقعد في درس كتاب مثلا كل واحد يقول رايه اللي ممكن يكون بعيد عن الحدث نفسه. هل الميز بقى في حاجه ده؟ اذا كنت انا قاعد في وسط جماعه ولا انا قاعد مع ناس كتير. لو انا قاعد في وسط جماعه وهقول رايي، الراي ده بتكون منين؟ بخترع حدث في مصر يجي حاجه غلط. بقول الراي ده انا قريت ده كله سمعت 5 مرات وربطت الايه دي جمله في القداس على جمله في التسبيحه على جمله مش عارف ابونا فلان ولا الاسلام، ده كلام صح. فهي الفكره برضه انا بخترع حدث ولا انا بربط احداث بنص. لو انا هخترع حدث ده مشكله. ماشي؟ يعني لسه معانا قرار تخترع حدث بس على المستوى الشخصي. لكن انا اقول للناس ده مشكله كبيره. اتفضل. كان بس على جزئيه جزء سيرفس في ده الانجيل ده بس اقوال الاباء والخير حياه الكنيسه اوكي يعني كده الليتورجيات اقوال الاباء قوانين الكنيسه يعني كل دول يقف في نفس الوقت برضه بتاع الوصل يعني الوصل الحدث كلهم دي حاجه الكنيسه كامله. لا اقصد ان هو يعني دلوقتي احنا قدامهم زي ما قلت لك ان هم واصلين ليه نص كلهم واصلين نص الليتورجيات اقوال الاباء كل اللي قصادي برضه ان هو نص زي بس نص يتعاش وفي حاجه النهارده مش هعمله. اقول لك على مثلا الكنيسه الكاثوليكيه انا عندي واحد حي عنده 71 سنه في حياته شكل القداس اتغير بس 6 مرات في حياته، مش على مر العصور، في حياته الشخصيه. فده عامل مشكله ورفض المشكله عايز يسيب الكنيسه ويجي الكنيسه لانه شايف انه انا شفتكم بعينيكم وتغيروا. مش واحد مثلا يقول لي كان من 200 سنه كده والوقت ده كده، ده شايف بعيد اكيد. اتفضل. اخر نقطه حياه الكنيسه المفروض دي بسيطه قوي. يكتب الرسول فلوس تجمع الصحابه والمرتين على 10 11 لكي تظهر حياه يسوع في جسدنا المائي. الكنيسه استعلان حياه يسوع للعالم. واحد من الاباء كده ان الكنيسه هي استعلان الابديه الزمن. ده مش كلام شكله حلو، ده الواقع اللي احنا المفروض نعيش، مش عايشين في مشكله ثانيه. فالكنيسه يعني ايه حياه الكنيسه؟ ان يستعلن حياه يسوع في كل واحد. ان يستعلن ان الكنيسه هي استعلان الابديه الزمن. ما هوش بنتكلم عن طقس كامل، كلمه مش عن النص بتقولش مش متعاش، مش بنتكلم عن حاجات احنا حافظينها، بنتكلم عن حاجات نعيشها وتغيرنا كل يوم لنتغير تلك الصوره عينها من مجد الى مجد. بولس الرسول وكلوس الثاني 18. في سؤال مكتوبين بيقول بعض الناس لا يوجد علاقه قويه بالكنيسه او استشهاد الروح ضعيف، والكنائس هنا لا تهتم في الاجتماعات بالثالوث او تهميل الايمان بالثالوث، وعند ظهور ناس اخرين بكلام مسيحي جديد عنا يقتنعوا انه صحيح، ومن هنا بدانا نبعد عن الكنيسه الام واظهر الحياه بكثره من العمل. بكلام مسيحي جديد عنا يقتنعوا انه صحيح، ومن هنا بدانا نبعد عن الكنيسه الام واظهر الحياه بكثره من العمل. فانت نرجع للثالوث. الشرح السؤال مع احضار الكل مش دايما الاتهام اول حاجه تيجي في الكنيسه هي ايه ده؟ وانا انت مش الكاهن لوحده، مش الشباب لوحده، كل ده مين فينا طيب شايف ان في مثلا موضوع معاه مش متاكد بيه اي اباء عايزين نتكلم في كذا
وده لا ولا أو كده. وبرضه ممكن ما بيتكلمش عن التوازن في الفرج أثناء الوجود. طبعا هنقول ماشي ناخد بالي على حسب الفرج. طب لو النهارده أقول له هقعد عن الفلوس أو أنا هتيجي 7 حلقات عن الفلوس بتسجله أجي أنا النهارده أول ما أجي أو بقالي كان في ماليش شغال بتتكلموا عن الفلوس ليه؟ يا عم إحنا كده بنتكلم في الموبايل فأنا عايز أسمع كل المواضيع وبالي ما تحصلش وعلى جوجل أو قول له أي حاجة كده كل حاجة لكن يا جماعة أنا مقدس جدا الفلوس ومقدس الإسماعيل بعض وعرض مش بيتكلموا مش فلوس ده مش مرة التعليم ولكن تتكلم مش بس أنا قلت ممكن أنا أروح أسمع أو فرحان أول واحد بعد سؤال النهارده اتكلمت عن الفلوس وأنا ممكن آجي وأنا دي حاجة كويسة أتعلم من الرسول راح ولا من قصدي كذا انا قلت لك الحته دي ما كنتش بالك اي حاجه بس مش معنى ان كل مره اقول ما هو مش شغل كل اللي احنا قلناه ده دي حاجه هتساعد في الاطفال وتساعد الروح القدس اللي بيدين حاجه كده معصيه الشيء اللي حاجه ثانيه الفكره كده انه انا بدور على وبرضه بعض الرئيس الطبيعي مش هقول فيها يبان في الكل قضيه الجانب هيش مش ليش كمان يشيل لحياتي لكن مش يقول لي كل الكلام كل مره كل واحد الموضوع ده جدا هي واحده مش هو ما حدش يفكر لكن الموضوع مش اوقات ربنا اراد تبقى غير ارادتنا وانه ظالمنا وانه مش عادل معانا ازاي اقدر اتعرض لارادته لو خلينا متاكدين ان انا صح لكن الوقت اللي بنستناه بيبقى صعب الطويل وممكن هو طويل اكتر وصدر انا فوق جو بسرعه بس جوه اللي انت كده كده شويه انه ظالمنا ولا لازم نثبت الوعظ نتكلم وننفذ عن الله انا مش فاهم حاجه انا مش شايف صلاح الله اعرف عن نفسي ان هو صالح شكر الله واحمد الله كده مرة لانه صالح وما ينفعش بدايه مع الله فنقول له انت مشيت دي زي ما بيجيب جواب فيه كذلك صلاح الله وكذلك حفظ الله بس في الامتحان ايه؟ طب خلال ما تغير ليه؟ مش معنى فاهم يفكر الله صالح او محب وليه صلاح وليه محبه فعلا للشيء كده كلمه ليه ربنا ظالمنا يظلم ربنا بالشيء فما هي الحين اللي كانوا محتاجين اهل التوبه عن الشكايه على صلاح الله بعد كده ليه بقى مش عارفين يخلي يبقى الوقت صعب وطويل المفروض ان هو طويل لان الكتاب ان هو صالح لما بدأ ان هو صالح يبقى الظالم الفرح ان الذي يحدث هو صلاح الله اللي انا مش ولا كلمه مثال الحدود معايا الولد كده التعليمي يرد ويرجح يشتم امه وابوه بضحك يقول انا بهزر يقول بشيلني انا بنهار مختلف تماما انا انصحك تقعدي مع احد الايات عشان انصحك تكلم الولد أول حاجة هو كان مختلف عشان نجاوب على السؤال صح مش في مشكلة كتير عشان أنا فاهم أكتر من السؤال صح
عارف الفكرة شكلها حلو إنه كان فيها السؤال ده طرح خاطئ. أكيد أنا متأكد إن الآباء المباركين أرجوكم شرحوكم كتابات الكلمة من مرات ومرات. عندنا نفس المشكلة دي موضوع الفتاة صح من ضمن الفتاة المرأة لما تبدأ عشان ايه؟ تجيب الموت بصورة دي مشكلة حقيقية وحصلت في المسيح نفسه مثلا قال ولا تقلمش تقلم. عندي معظم الآباء يستحيوا يكون درس في رأس معاقيد المرض آلة الموت أو رجل الموت لك الحمد الذي شفاه المسيح كلهم مات والذي أقامه المسيح من الموت مات. فالمسيح مش جاي من موضوع كل الأنبياء الرسل ما سمعوش تكون هنا غير الفوكس بتاع الإيمان المفيش كله أنا أحتاج أن يكون لي مصدر على الموت وعلى الفساد التي في هذا العالم ويكون لي أبدية في المسيح من ذنب رأس ثانية وأحولها إن أنا عندي كحة عايز أوقف كحة واللي عنده كانسر عايز كتف واللي عنده مش عارف إيه عايز كتف يبقى إحنا عملنا إيه؟ غيرنا بالتنفيذ. كل ما التركيز يبقى على حياة غير المسيح ده برضه روح المسيح ده. لكن لما المسيح يقول هيمشي بس مش هيمشي لما خلي هذا شفاء يبقى لا غير الفساد الشفاء النفسي هو الكلام عن تمام الشفاء النفسي نفس الشيء. الكنيسة تقدم أن الشفاء مجرد أعمال المسيح كامل أعمال ثاني حتى يكثر حياة يسوع ويكثر المال. أنا عايز أحط على جنب والله ما عايز أحط محل حتى في الشفاء النفسي للأسف تجي أول من يدرسوا من اسم الشركة المنشورة المسيحية في مصر لا يوجد أرواح شريرة. إذا كان كينيا وطنطاطا ما في حط على أصدار كينيا مش أرواح شريرة. والناس اللي عندهم مشاكل جسدية حتى دول ما كان في حاجة مش مظبوطة ولا في حاجة في البيت لازم أرواح شريرة ولا تدخل روحها. كل هذا في البيت إنه يلغي الحرب الروحية ويبقى المشكلة إن إحنا مع بعض لا نتوافق إحنا هنضرب بعض. المسيح جاء قال لي يحرر الناس يجيب الموت الصوت يأتي لازم الموت لا تسمع دي المشكلة الحقيقية. الموت المسيحية في العالم القديم هو رحمة الله قال كده في التكوين إنه اللي قال لا يأكل من شجرة الحياة ويحيى أبدا وإيه المشكلة الحقيقية كانت في الأبد. فكان الموت بعد الرحمة اللي هي تحرر من الفتاة التي المسيح. بعد دي يبقى يبقى بالضبط يعني عطيه يقول في ثانية أصح 3 وعدد 20 كل شيء له فبيبقى يقول أبوه حضر المتوارد أم الحياة إذا بقى دي عطيه المسيحية كده واحد من القرن في السنة اللي دي أعطيه إلى شخص العالم السنة كل ما الرسالة سواء الشركة أو ناس تنحرف في رسالة المسيح نفسه يقول لك تقول لنا ده الشركيات كل شفة كل الذي ممكن صح مرات اسمها طبعا بطرس لما شاف حالته كل اللي جابوه لكن عن ذلك في الحادثة سبحان الله كل التعليم اللي كله هيكف دي مش كتابية ومش تقدير فيها لكن الفكرة الحقيقة الانتهاء لكي يخلص كل أحد يخلص ما قد هذا. أي مرة هنحلت الفكرة دي احنا ده بقى شوية ممكن الجيل الآخر لم تقبلوه يعني جيل قصة شرف ما بنقولش شرف بس دي مش كراسة تكون ده المسيح يشفي ويشفي فقط. المسيح يحيي الأموات ويدخلهم إلى الأبدية لكي يكون كل شخص وسط حياة الأبدية. التنمية البشرية اللي قلنا عليها ما بقولش عليكم اسمع كده لو حد مثلا عنده مشكله نفسيه يعني عنده تشوهات نفسيه نتيجه الصغر وكده ده يعوق حياته الروحيه صح؟ ذكر الله هو اللي يحلها ولو هروح للدكتور تاني عشان يزقني على الله مش يبعدني عن الله حتى لو رحت للدكتور وعندي ريل يعني سايكولوجيكال بروبلم ويقول لي ما تروحش ربنا ما ينفعش احط كل حقيقيه
7 8 سنين كده جات لي الام وانا هنا في مصر قالت لي فلان حد مشهور خالص بتاع مشهوره في امريكا عايز اقابلك بكره وجات عايز احكي ابنها شمال ومفضل جدا في الكنيسه ولكن عنده بنتين مسلمين عشان برضه نميز انه هل لما رحت الدكتور ده كويس عنده بنتين عايز بنتين مسلمين وكان عنده 25 سنه سافر بره مش مرتين وراح اتعرف على بنت مش مسيحيه قالت لي بقى ودينا عند كونسل مشير كونسل ناشونال ايه قالوا له انا كويس كده وانا بقى اللي انا عامل كده لأن كان بدأ يعمل علاقات مع أولاد فزي ما قلنا شوية هو الحال مقنع هذا هو اللي غلط انت طبيعي الولد كان شمال منتظم 6 سنين فعيش على قوي فقط وقرر انه انا عايز ارتاح وده هيريحني يبقى ايه عايز ربنا يدعيني انه اقنعه ان ربنا خلق كده ربنا ما فيش حد كده عشان قلت تقول ان كل تعب نفسي دي اثر وخارج حقيقي لكن الطبيب الشافي هو الخالق محتاج شويه دواء يقولوا الدكتور عشان تقنع على يعني كل ما يقدم كبدية على الله الثالوث هو ليس من الله كده موضوع التنمية البشرية نفس الشيء هتقول لك أن تكمل كل الصفقات الكبدية الكاملة وأنا الله حبيبي ربنا منه هو ربنا خلق في بدعة الله موجودة ما اعرفش كلمة عربية أو فرنسية سموها بيزي إن في إله خلق الكون ثالث ولا خلق كل شيء الوالد حرق وغلط أنا طلعها ربنا وجيبوه وعمل كان زمان قال يخلص وراح يشوف حاجة تانية لكن ما هوش عارف كل ما يقدم ولا بصراحة قدام في المعارض التعليمي كان بس زي كل الآباء الكنيسة ويقدم إلى اليوم تحت اسم التنمية البشرية جوه الكنيسة وبره الكنيسة هو هذا بيقدم على الأقل 7 بدعة يقدم اللاجئية كاملة ووصية وبعد أو الحرية كل البدع اللي ممكن تتصرف في الأساس اللاجئية بتاعت البلاد الإنسان يخلص بنفسه يعني ايه؟ مش محتاج لا رفيق ولا يعملون نعمة ولا رفيق في الدنيا لسه ولا شاطر عملها لوحده لذلك كنت حرمته مع الدستور في مجمع أفضل سنة 431 كل الكتب عنوان أحد الكتب بتاعتهم تسمع مستقبلا بنفسه طب ربنا يحميه ملوش وجود ليه ان هو خلق صح وصار بقى كان كل حاجه والفيلم البنكراتور ضابط الكل المسير كل الامور وعينه عليه من اول سنه كده ملوش وجود هو عمل تمثيل ما يقولكش كده لكن هو ملوش ذكر في القصه كلها لو سمحتوا اللي بيتقال شكله حلو ومبهر ولكن ليس له ليس له وليس له بتقليد السنين ككل وليس له علاقه ثانيه بنفس النتيجه فهو ذكران التجسد ذكران الثالوث ذكران كل كلمه فيك بالشكل حق وارجوكم تجدوا ما يسمع او يقال مهما كان شكل ذلك كيف عودنا وأنا أتذكر سبحانه من ثلاثة النوم تحصل إيه؟ كده إن شركة بعضها بعضا ولم تكن يصدق في هذا الوقت بعض بطهارة من كل تطبيق إيه الرابطة اللي احنا نشرك النوم يكون لنا شركة وده ما يكون خلق من كل قضية واحد من الذي يشرح في هذا الوقت أنا زعلان من الكلمة دي مشكلة عارفها على الكلمة ولا بجد مش حاجة هي أنا عارف أو ما راحش في إلا خالص أنت غير تعالى بقى الإنسان الجنسية عايز ضعف مقاومة الخبرات أي حاجة مهما كانت حاجة شكلها إن السبعة كده قوي لكن أنا متعاني منها بتبقى حقيقية عندي بقى الإنسان محمد حبيبي
شهادة الجمهور أنا ليا شركة مع الكاتب. طب لو النهارده حطيت الآن قاعد مع 4-5 أنفار وجاي كده يقول لي أنا خليك مرة في الضلمة، شايف كويس الفكرة دي، أنت فكرة إنك عايز تشتري عربية، راح أقول له أصحابي كده ليش؟ أنت عندك أنت جايب عربية من أنا، ما فيهاش خرج. فهو الفكرة الله فكرة في الموت ما كانش، لو الفكرة أسوأ من كده لا ما أقدرش أشتري حاجة كان على ذلك دي يعني مش خير هو فكرة الإشخاص طبيعة عن الخط تعرف فيها والأسف مش أفضل من كده عشان أنت رابط النوم ورابط الشركة فتح الغفران كده نقول إن أنا عندي أي ضعف الكريمة لا تربط الضعيف ولا تربط الفاضل مهما كان القضية بشعة لكنها تربط القضية لأنها ضد الخاطئ ضد الله فمهما كان الضعف مهما كان نص النقطة شو ربنا عن الأباء وبركين جدا تعالوا كلنا ولو أنا مش قادر ونص محتاجين طبيب نفسي حمل روح من الدكتور ده مش عيب لكن هي مشكلة أحد الإسلامي مع الناس ولا الإسلامي حشف حقوقه وكذا زي مشاكل عملت أحد المشاكل في مشاكل اللي هو الزمون عندنا المحارم فحافظ هو العيلة ولا مصيبة لو حاجة هي مصيبة اللي محدش عارف عنك فانت عمال او انت عمالك تصلحني اكتر لكن لما اعرف ان الله والدنيا كلها معايا مش عشان يفتحون ولا ياخد اخر من المسيح اليه عشان انا اقدم المسيح عايشين وهو كمان يقدم المسيح فالمشكله لما اصر اني اعيش في الضلمه مش هتكلم مش هقول اصله عيب العيب ده بعمله لما طلعه بره ده حاجه ثانيه يبقى انا برق العيب برق الغلط وطالب النور دي حاجه بص ده بصراحه مصورة من حتى مش مصوره في الشارع عملنا كده الالوان مبهر كده كيف تحصل على دي تيجر اللي واحد عنده وصلة جديد باي فرايدي على يوم الجمعة والكتابة عبارة عن 5 حدود 2 3 4 يوم الجمعة يوم الاثنين عندي عين مراهق مطلع عين يوم الجمعة هيبقى واحد تاني في حد مش نفس كده ده اللي عايز يقدمه الراجل ازاي تسمع كلامي ازاي لو سهل قوي كده ما كانش حد غيرك بس هو عايز كده فهي الفكره الامريكيه بتاعت انه مش عارف ايه بعد 10 ايام تحصل على كذا الكلام حلو والكونتنت يمكن مش وحش قوي لكن فينا الله في الفلوس بين الشركه الكيانيه في الشركه انت عايز انت كله مش موجود حتى لو مش مدير في كتب مدير للاسف بيتعمل لها بروموشن عالي قوي جوه القناه وبيقولوها بعض الاباء بضراعه وبيقول لي زي ما هي الأكل من غير ما يحط عليها اللي نقص من غير ما يشيل منها اللي غلط وكتير مشهور قوي جوه الكنيسه مفيش حاجه دعوه بالكنيسه خالص احنا مش الأجل يا جماعه كلام حلو في الكنيسه نحن لا يفهم ما هو قرار الخيار ان الصبر المانوي والحب والانتاج نقدمه كل ذلك مؤتمن على ايمان الكنيسه الوحيده إذا يجي كما جيت يوم بطل الكنيسة بطل اسمها الله المسؤول غلب مع المرة الواحد على المدى الوقت ما ينفعش فمش الاختيار مش حتى بالرد في حالة اكتشاف الكنيسة بتيار معين مركز في خط طول الوقت مثل الشاء النفسي تصرف الكنيسة مع التيار ويكون أعمق من تحذيرهم من هم خارج هذا التيار لأنهم من الطبيعي أن تكون الكنيسة مشاهدة أنهم داخل هذا التيار الكنيسة أم للكل مش تحذير بس لكن للتعليم بس هتفضل مشكلة واحدة الذي يرفض أن يخضع وأن يكون له كبير للأسف مش تفكير فقط لقمة واحدة نختم فيها بولس الرسول خلصني 25 أمل أن هم المسيح يكون أقرر النسب مع الشهوات الأرض يعني مش كده هم اللي بيحسوا يعني ايه صار الجسد مع الشهوات الأرض
كلمة أهواء في اليونان مش معناها حاجة وحشة. أنا ليا هوى. مش زي ما الآباء اتكلموا عن قطع الهوى. يوحنا كلمة 26 كلمة عن حياة اللا هوى. واحد ملوش هدف شخصي، مش ماشي ورايا، ماشي ورا الكنيسة، ماشي ورا أبوة روحية اخترتها. طول ما ماشي ورا نفسي أنا مش مع الذين هم المسيحيين. بمنتهى البساطة. كده ما عندناش خيار في الطاعة. دول قالها كده صراحة. إبراهيم 16 أنتم عبيد لله النوم. حتى لو ده كتاب أنا بطيع نفسي، أنا بعبد نفسي. أو لو هو شخص أنا بعبد الشخص. أنا بعبد الثالوث المقدس في الكنيسة وهو عشان بقى أسأل سؤال أكثر. عايز أسأل يعني العقيدة يعني طبيعي بحس إنه يعني لو أنا في طبيعي عن الأول يعني موضوع دراسي أنا أعمل إيه بقى في حياتي طبيعي عن حياتي. جميل قوي. ما عندناش ولا مبادرة. الإيمان والعقيدة اللي ما نعيشهاش ما نقدرناش. الثالوث حياة وشركة. ازاي بقى؟ ومثلا النظر الصغير هو القضايا كده بقى. انت جوه البيت تحت الثالوث. انت جوه الشغل تحت الثالوث. جوه المجتمع لو كنت اله واحد ومش ثالوث الدنيا اتلخبطت. للاسف احنا بنؤمن بالثالوث كموضوع دراسي ونحن الله الواحد اللي مش ثالوث. بص كده اقول لك على مثلا السؤال. لو نفتح التلفزيون ايه الاخبار اللي بتتكلم عن ايه؟ سيد رئيس صح خرج ليه؟ لو حد ما كان بالسيد رئيس دي خطأ. لو تفتكر كده بقى ايام المبارك كان كمان موجود في التجاره كان هو بقى التجاره هذا الامر. لما طلع وشاف في الشارع الناس بتحبه قالوا يشيلوا. اصل الاخر يهدد الوجود. لو قالوا لابونا فلان قال وعظه حلوه قال عليه. طب وممكن يجي وعظه حلوه ده عدم الإيمان بالثالوث التطبيقي. ايه المشكله اللي اقول ابونا فلان قال وعظه حلوه وانا كمان اقول وعظه حلوه؟ فكره الثالوث ان الثلاثه واحد، لكن الاساس ما زالش على الطريق عشان هو اقل ولا عشان هو احسن ولا فلاقي لو انا فهمت الثالوث الاقي لازم نتعاش كل حاجه. يقول واحد من الاباء العالم يرفض الثالوث لانه الذي يراه فينا مش اي فكره صعبه. لو عشناها صح الناس احنا عايزين نعيش زي الناس دول عايشين من طبيعه التغيير التغيير تحيا الثالوث مش شغل الثالوث زي كده قلت شويه ما نؤمن به وما نوصل به وما نحيا. ما عندناش اي عقيده في الكنيسه عشان تملى الدماغ. اللي ما يدعاش يبقى احنا مش فاهمينه او احنا مفضلين فيه او اللي ما يدعاش ما يدلناش. ومفيش حاجه عملها في الكنيسه ماشي. الفلوس يساوي المحبه والوحده. حد كده او مثلا واحد فأقول حاجه الموضوع كتير عن كده. دي من كل أقول لك الحاجة حلوة. يحسن ربنا يعمل ايه مش احنا اللي نقول. يعني ما ينفعش اقول له خش ناجي مش معاه كذا صح؟ هو يعمل اللي هو عايزه. بس هل معنى كده ربنا بارك في شيء ما ما في قلب الناس يبقى ربنا ينادى على الايمان المستقيم؟ لا. هنسمع الناس زي في من الظهار وعلى الناس المؤمنين خالص وموحدين كفوا يبقى هم صح. لا. الله قال واحد هو دكتور في الاستراتيجيه لازم يشرب شمسه يقول لا ما تشربش احنا ما نقولش دي اشرار. هو اللي كان بيشرب شمسه على اشرار على مطلقه تعطيله او عقائد او ليه ايمان مخالف. ربنا ما تروحش هناك ما تروحش عنده ماليش دعوه مش مشكله. لكن يبقى ما هو مستقيم كده كده اتعلمنا احنا زي ما عملنا الأورثوذكسية تعليم مستقيم عن الأورثوذكسية الأعمال وعمرهم ما انفضلوا وعصرنا النهارده ببعض
او جوه اي كنيسه، ولا انت تقول كلام تعمل حاجه ثانيه. لو عشت اللي انت بتقوله انا همشي وراك. حلو خالص. فاكر برضه تقول على الناس كلها كده، وريت الكتاب ما طلع قالوا أليس باسم النبأ أليس باسم الأخوة المشاهدين، وعملنا كل الحاجات ده شوارعه مثلا إيه؟ يبقى عملنا لأن الآية 21 بتقول إيه؟ جاي الأول زمان 21 لكن كل ما يقول يا رب يا رب يصنع مشيئة الله. أنا جوه المشيئة ولا جوه المشيئة؟ أقول لك مثلا من البداية. موسى لما جه المرة الثانية في العدد 29 ربنا قال له كلمة الصخرة ما كلمهاش راح ضربها، طلعت مية ولا لا؟ وهو يعمل ايه؟ قال له تخش قلب النار. يعني ما غير تحصل ما ابعثوا عليها. حصلت الناس دي محتاجه بجد تشرب ميه وانا ما سمعتش كلام عرضت عليه. احنا طيب لانها لم تقدسها قدستني انا الجماعه. فمش بنقول ان كل اللي بيحصل مع موجوده من الشراب وكان في ايه خالص، لكن بنقول مش المعقده اللي تخليني اروح في اي مكان. انا اللي عايزه ارثوذكسيه. حصلت المعجزه او ما حصلتش مش ده انا جاي عشان نتيجه، جاي يخلصني خلاص ابديا. مش هي شركه خياليه يؤثر كل ما هم في الكنيسه يضيعوه ويبقى شركه في حاجه. ماشي؟ الشيء اللي انا بقوله بصراحه المحاضره القيمه في اكثر من محاضره هي درس كبير منها استفاد منه، ونشكر محمد جمهور رغم ان هو جاي زياره قصيره للموقف، لكن هو برضه خطط في اليوم وقت السفر والمتاعب والمشقه، فاحنا مش عارفين نعمل ايه. ان احنا نسلكم الاباء المسلمون نحتاج الى المزيد والمزيد من الاستناره، وبنقول كده لازم نرى عيون قلوبنا ويمكن الاختلاف هذا بتاع الاسبوع ده يعني. فاحنا نصلي كلنا ربنا يوفق لنا السلام ورحمه الله وبركاته. ما شاء الله في الله وحاجه قالوا بدل حال الاسبوع الكتب